فيلمنا بيبدأ مع بيتر باركر، الشاب اللي في السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية في المدرسة، واللي كل زمايله بيتنمروا عليه وبيعتبر بالنسبة لهم شخص منبوذ باستثناء ماري جين اللي بيتر معجب بيها من زمان، لكن عمره ما صرحها بكده. وبيكون صديقه المقرب هو الشاب الغني هاري اللي بيعرف بيتر في يوم على أبوه عالم التقنية نورمان أوزبورن، وبيتر بيقول له إن هو مهتم جدا بأبحاثه، وأوزبورن بيسلم عليهم وبيمشي. والطلاب كلهم بيبقى عندهم رحلة لمعمل أبحاث بيولوجية، والتجارب دي بيكونوا بيعملوها على تعديل جينات العناكب. وبيتر بيستأذن ساعتها انه يصور العناكب لانه بيكون بيشتغل في صحيفة المدرسة، لكن ساعتها برضه ما بيسلمش من مضايقات زمايله ليه وخاصة فلاش. وهاري بيروح يدافع عن بيتر وبيبعدهم عنه، وبيتر بيشوف ماري وهي واقفة لوحدها لكن ما بيكونش عنده الثقة انه يكلمها. فهاري صديقه بيكون معجب بيها هو كمان، وبيروح يفتح معاها اي موضوع. وفي ظل كلام المشرفة على تعديل ال15 عنكبوت اللي موجودين، ماري جين بتلاحظ انهم 14 بس، وان في عنكبوت ناقص، والعنكبوت ده بيكون موجود على السقف لكن محدش بياخد باله. ولما هاري بيسيب ام جي وبيمشي، بيتر بيطلب منها انه ياخد لها صورة، وبياخد لها كام صورة بعدها وزمايلها بينادوا لها. وفي الوقت ده العنكبوت المفقود بينزل من السقف على ايد بيتر وبيلدغه في ايده، وبيتر بيتجاهل الموضوع بعدها وبيمشي، وما بيكونش يعرف ان العنكبوت اللي لدغه ده كان من فصيلة نادرة جدا معدلة جينيا. وفي نفس الوقت في معمل ابحاث اوزبورن ابو هاري بيكونوا شغالين على تقنية جديدة عبارة عن لوح تزحلق مسلح، وبيكون مصنوع للجنود عشان يستخدموها في الطيران. وبيكون موجود ضابط من وزارة الدفاع اللي بيمولوا المشروع، اللي بيقولوا لأوزبورن ان هو اتأخر في تقديم التركيبة اللي وعدهم بيها واللي بتمنح اي انسان 8 اضعاف قوته. واوزبورن والدكاترة بيكونوا جربوا التركيبة دي على فران ولقى انها بتمنحهم القوة لكن بتخليهم عدائيين جدا. والضابط بيقول لأوزبورن ان التركيبة دي لو فشلت هيسحب منهم المشروع ويديه لشركة تانية. فدكتور أوزبورن بيقرر ان هو يجرب التركيبة دي على نفسه عشان يكسب وقت، وبيطلب من دكتور تاني ان هو يدخله غرفة الاختبار ويعرضه للتركيبة دي. وفعلا بيعملوا كده، لكن الدكتور بيلاحظ ان أوزبورن بدأت تظهر عليه تشنجات غريبة جدا وضربات قلبه بتقف بعدها. والدكتور بيدخل الأوضة عشان يشوفه، لكن فجأة أوزبورن بيصحى وبيخلص على الدكتور ده وبيهرب من المكان. وفي نفس الوقت بيتر بيرجع لبيت عمه ومرات عمه اللي عايش معاهم، وبيكون حاسس بالتعب بسبب قرصة العنكبوت، وبيقول لهم ان هو هيطلع ينام في اوضته. بس لما بيطلع اوضته ما بيقدرش ان هو ينام من التعب، وبسبب قرصة العنكبوت المعدل وراثيا خلايا بيتر بتبدأ تتبدل بخلايا تانية اقوى منها بكتير. وبيتر بيصحى بعدها وهو في كامل نشاطه، وبيكتشف ان نظره بقى اقوى من الاول، وجسمه كمان بيظهر بعضلات قوية. وبيتر بيكون مستغرب من اللي حصل له، وبينزل بعدها وبيسلم على عمه اللي بيستغرب نشاط بيتر الزيادة. وبيتر بعدها بيودعه هو ومرات عمه وبيخرج من البيت عشان يروح للمدرسة. وبيشوف ماري جين اللي عايشة في البيت اللي جنبه وهي خارجة من البيت، وبيكون عارف ان ابوها بيعملها بشكل سيء. بيتر برضه بيكون لسه ما عندوش الثقة اللي صارح بيها ام جي باعجابه ليها، وبيكون واقف سرحان واتوبيس المدرسة بيعدي من جنبه من غير ما يقف له عشان الولاد صحابه يضحكوا عليه. وبيتر بيطلع يجري ورا الباص، لكن السواق ما بيرضاش يركبه معاهم. وبيلاحظ بيتر ان الاعلان اللي على الاتوبيس لزق في ايده لما بيتر كان بيخبط على الباص. وبنروح لهاري اللي بيلاقي دكتور اوزبورن مغمى عليه في البيت، ولما بيفوق ما بيكونش فاكر ان هو قتل دكتور ستروم المساعد بتاعه في معمل الابحاث. وبيبلغوه بعدها ان اللوحة الطائرة اختفت من المختبر، لكن دكتور اوزبورن برضه ما بيكونش فاكر اي حاجة. وبنرجع لبيتر في المدرسة اثناء الغداء، وبيشوف ام جي وهي معديه من جنبه، وام جي بتتزحلق وتقع، لكن بيتر بيلحقها بسرعة خارقة وبيلم الاكل بتاعها كله بردة فعل غريبة. بس بيتفاجئ بعدها ان في شوكة لزق في ايده اللي خرج منها خيوط شبه خيوط العنكبوت. ولما بيحاول يشيل الخيوط دي تلزق في صينية اكل قدامه، فبيحاول ان هو يفك الخيوط، لكن صينية الاكل بتطير وبتقع على فلاش بلطجي المدرسة. وفلاش بعدها بيروح ورا بيتر عشان ينتقم منه، وحواس بيتر بتكون اتطورت بشكل رهيب وبقى يقدر يحس بأدق التفاصيل. ولما فلاش بيحاول ان هو يضربه بيفشل، لان بيتر بيكون سريع جدا، وبيقدر بعدها ان هو يتغلب على فلاش بكل سهولة وبيضربه قدام زمايلهم اللي بيكونوا مصدومين من اللي حصل. وبيتر بيجري بعدها وبيخرج بره المدرسة وبيقف في شارع جانبي وهو مستغرب، وبيفهم ان قرصة العنكبوت هي اللي منحته القوة الخارقة دي. وبيشوف شوك صغير بيبتدي يخرج من ايده، فبيبدأ ان هو يتسلق المبنى اللي قدامه بكل سهولة لحد ما بيوصل لسطح المبنى، وبيبدأ ان هو ينط من مبنى للتاني بكل سهولة وهو مش مصدق نفسه ان هو بقى عنده القوة دي. وبيجرب بعدها ان هو يخرج الخيوط من ايده زي العنكبوت،
زي ما حصل معاه في المدرسه، لحد ما بيقدر ان هو يخرج الخيوط دي وبيمسك بيها في رفاعه عملاقه وبيطير على مبنى بعيد جدا عنه، وبيرجع للبيت بعدها وبيقابل ام جي وبيعتذر لها عن اللي حصل في المدرسه، وبيفضلوا يتكلموا عن احلامهم هما الاثنين بعد التخرج. وام جي بتكون نفسها تبقى ممثله بتسيب بيت ابوها اللي بيهينها كل شويه، لكن بيتر بيكون بيحلم ان هو يشتغل مصور. وام جي بعدها بتسيب بيتر وتخرج مع زميل ليها عنده عربيه فخمه، فبيتر بيقرر ان هو يشتري بعدها عربيه مستعمله عشان يلفت انتباهها، وطبعا ما بيكونش معاه فلوس. وبيشوف ساعتها اعلان لقتالات الاندر جراوند وبيعرف ان الفايز هيكسب $3000، وبيقرر ان هو يشارك في المراهنات دي بعد القوه اللي حصل عليها، وبيبدا يصمم بدله مميزه بعدها، وبيبدا ان هو يتدرب شويه على خيوط العنكبوت اللي بتطلع من ايده. ومرات عمه بتسمع الدوشه اللي بيعملها فوق وبتقول له ان هو بقى بيتصرف بغرابه جدا مؤخرا. وفي الوقت ده دكتور اوزبورن بيكون بيعاني من هلاوس بسبب التركيبه الغريبه اللي هو تعرض لها. وبيتر بيخرج تاني يوم للمدرسه وعمه بيعرض عليه ان هو يوصله، وفي الطريق بيقول له ان هو ملاحظ انه بقى بيتصرف بغرابه، وبيقول له كمان ان هو عرف بموضوع فلاش اللي بيتر ضربه في المدرسه، وبينصحه وبيقول له ان لو قوته زادت مسؤولياته كمان بتزيد. لكن بيتر ما بيعجبوش الكلام ده وبيقول لعمه ان هو مش ابوه علشان ينصحه، وعم بيتر بيزعل جدا من كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبيتر ما بيروحش بعدها للمدرسه وبيتوجه لمكان مراهنات المصارعه اللي شاف اعلانه، وبيشوف هناك مصارع اسمه ماجرو وبيكون بيهزم كل المصارعين اللي بيقابلهم، فبيروح بعدها يسجل اسمه ضمن المصارعين. والموظفه طبعا بتشوف جسمه ضعيف فبتقول له انهم مش مسؤولين لو حصل له اي اصابات. ومزي الحلبه بيقدم بيتر للتحدي مع ماجرو وبيناديه باسم سبايدر مان زي ما بيتر طلب منه، وبيقول لو سبايدر مان فاز هيكسب $3000. وبيتر بيطلع بعدها للحلبه وبيتفاجئ ان هم بيقفلوا عليه هو وماجرو قفص حديد، وبيعرف ان القتال ده هيكون قتال دموي. ومصارع ماجرو بيبدا ان هو يهجم على بيتر، لكن بيتر بيكون اسرع منه وبيقدر بعدها ان هو يتغلب على ماجرو بكل سهوله. والحكم بعدها بيعلن فوز سبايدر مان، ولما بيروح عشان يستلم بعدها فلوس فوزه من مدير المكان، المدير بينصب على بيتر وبيديله $100 بس من ال3000، وبيضرب بيتر بعدها بره المكان. وبيتر بيزعل عليه الغضب لكن بيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت بيدخل حرامي وبيضرب مدير المكان ده وبيسرق كل فلوسه المراهنات اللي معاه. وموظف الامن بيطلب من بيتر ان هو يمسك الحرامي، لكن بيتر بيسيب الحرامي يهرب بالفلوس من قدامه، وبيقول له مدير المكان انه مش مسؤوليته ان هو يمسك الحرامي. لكن بعدها بيتر بيلاقي عمه مصاب في الشارع واقع في الارض، وده لان الحرامي اللي بيتر سابه يهرب ضرب عمه بعدها بالرصاص وهرب، وعم بيتر بيموت بعدها. وبيتر بيحس بصدمه وبيبدا ان هو يطارد الحرامي اللي موت عمه، والاول مره بيبدا ان هو يتنقل بين المباني بالخيوط بتاعته، وبيكون اسرع من كل عربيات الشرطه في المطارده، وبيقدر ان هو يوصل لعربيه الحرامي وبيكسر الازاز وبيوقفه. والحرامي بيخرج بعدها من العربيه وبيهرب في الشارع وبيضرب نار على بيتر لما بيحس بوجوده، لكن ما بيقدرش ان هو يصيبه، وبيتر بيضربه بعدها والحرامي بيترجى ان هو يسيبه. ولكن بيتر بيشوف وشه ساعتها وما بيكونش يعرف اللي قتل عمه ده هو نفس الراجل اللي سابه يهرب عند حلبة المصارعه. وبيتر بيتصدم وبيضرب الحرامي لانه رفع في وشه مسدس، والحرامي بيقع بعدها من الشباك وبيموت من غير ما بيتر يلمسه. وساعتها الشرطه بتوصل للمكان، لكن بيتر بيكون هرب وبيرجع للبيت وهو حاسس بالذنب لانه كان سبب في موت عمه لما ساب الحرامي يهرب. وبنروح لضابط وزاره الدفاع اللي بيكون بيعمل مشاريع مع اوزبورن، واللي بيكون ادى المشاريع بتاعته لشركه تانية عشان تنفذها، وبيقول لهم ان هو بيكره اوزبورن. لكن اوزبورن بيوصل ساعتها على اللوحه الطائره وبيدمر المكان وبيخلص على كل الموجودين. وبيتر بعدها بيتخرج من المدرسه هو وهاري، واوزبورن بيكون موجود وبيهنيهم، وبيقول لبيتر ان هو بيقدره جدا وبيحترم ذكائه، وبيطلب منه ان هو يكلمه لو احتاج اي مساعده. بنلاحظ ان هاري بيشوف ام جي وهي بتنهي علاقتها مع فلاش، وبيتر بيرجع للبيت بعدها وبيكون مفتقد عمه وبيبقى حاسس بالذنب ان هو زعل عمه في اخر مقابله ليهم. لكن مي مرات عمه بتقعد معاه وبتواسيه، واللي بيحصل بعدها ان بيتر بيوجه كل طاقته لمكافحه الجريمه، بيصمم بدله جديده لشخصيه سبايدر مان وبيسبب في القبض على مجرمين كتير. وبتبدا كل الجرايد بعدها انها تتكلم عن البطل الجديد سبايدر مان، لدرجه ان الناس بيبداوا يالفوا له اغاني. وبنروح لمجر صحيفه ديل باجل مع رئيس التحرير جيمسون اللي بيعرف من المحررين ان كل نسخ الجرايد بتاعته اتباعت بسبب اخبار سبايدر مان، فبيطلب منهم انهم يدوروا على مصور شاطر يصور سبايدر مان، وبيقول لهم انه هيشوه سمعته عشان يبيع جرايد اكتر لان الاخبار دي هي اللي الناس بتحبها. وبعدها بيتر بيعرف بالصدفه ان ام جي بتشتغل في مطعم وبتكون محرجه لما بيتر بيعرف، لكن بيتر بيقول لها انها ما بتعملش اي حاجه عيب، لكن بيطمنها انه مش هيقول لهاري، واللي بيكون قاعد زعلان بعدها لانه ما اشتركش في مسابقه العلوم بسبب انشغاله ومكافحه الجرايم. واوزبورن بيقول لهاري ان هو عاوزه يعرفه على البنت اللي بيقابلها، فهاري بيحس بالاحراج لانه خبى على بيتر ان هو بيحب ام جي، وبيداري بعدها على الموضوع وبيطلب من ابوه انه يشغل بيتر
بيتر، لكن بيتر بيرفض الواسطه وبيصور نفسه وهو بيقبض على مجرمين زي سبايدر مان، وبيروح لجريده الديلي باجل عشان يبيع لهم الصور دي ويشتغل معاهم. فجيمسون بيداري اعجابه بالصور وبيكون عاوز يضحك على بيتر في الفلوس، لكن في الاخر بيديله مبلغ معقول وبيطلب منه صور تاني لسبايدر مان. وفي مقر شركه اوسبورن مجلس الاداره بيرفضوا دكتور اوسبورن وبيقولوا له انهم هيبيعوا الشركه بعد المهرجان اللي هينظموه قريب، وانهم ما بقوش محتاجين له خلاص. ودكتور اوسبورن بيظهر عليه الغضب منهم، وبيجي وقت المهرجان وبيتر بيكون بيغطي الحفله وبيصورها، وبيشوف هاري واقف مع ام جي في البلكونه، وهاري بيلاحظ ان بيتر شافه. واعضاء مجلس اداره شركه اوسبورن بيكونوا حاضرين في المهرجان، بس الغريب ان اوسبورن ما بيكونش موجود معاهم، وده لانه بيوصل لمكان المهرجان على اللوحه الطائره بتاعته وبيكون لابس بدله متطوره جدا. وفجاه بيرموا متفجرات على اعضاء مجلس الاداره اللي رفضوه، والانفجار بيكون قريب جدا من ام جي اللي بتكون هتقع من فوق المبنى لان البلكونه اللي واقف عليها اتكسرت. وبيتر بعدها بيبدا ان هو ينقذ الناس وبيكون مجهز بدله سبايدر مان تحت هدومه. وفي نفس الوقت اوسبورن بيخلص على كل اعضاء مجلس اداره الشركه وبيحاول بعدها ان هو يهاجم ام جي، لكن سبايدر مان بيوصل وبيضربه وبيبعده عنها. واوسبورن بيبدا يدمر منشآت المهرجان قبل ما يقع عليه حاجه من فوق، وبيبدا يشتبك بعدها مع اوسبورن اللي بيضربه، وبيبدا ان هو بيطارده بعدها بالحوامه بتاعته، لكن سبايدر مان بيجري عشان ينقذ ام جي، وساعتها اوسبورن بيوصل له قبل ما ينقذها وبيضربه، وسبايدر مان بيبعده عنها وبيكسروا الحوامه، واوسبورن بيهرب من المكان. وفجاه البلكونه بتتكسر بام جي وبتقع بيها، لكن سبايدر مان بيلحقها وبيطير بيها من المكان وسط تشجيع الجماهير ليه، وبينزل ام جي بعدها على سطح مبنى عالي. فام جي بتكون عايزه تعرف هو مين، لكن بيتر بيقول لها ان هو سبايدر مان وبيمشي. وام جي بيتكلم هاري بعدها تفضل تشكر في سبايدر مان لانه انقذها، وهاري بيظهر عليه كده ان هو غيران، وبيعتذر لبيتر بعدها ان هو خبى عليه علاقته بام جي، وبيقول له ان هو خد الخطوه دي لان بيتر اتاخر في ان هو يكلمها. وبنرجع لدكتور اوسبورن اللي بترجع له الهلاوس من تاني، واللي ما بيكونش فاكر حتى ان هو قتل اعضاء مجلس اداره الشركه. والشخصيه الشريره اللي جواه بتطلب منه بعدها ان هو يقتل سبايدر مان اللي وقتها بيكون قاعد مع مدير التحرير بشخصيه بيتر. وفجاه اوسبورن بيكسر الشباك وبيمسك مدير التحرير وبيساله مين اللي بيصور صور سبايدر مان عشان يوصل له، لكن جيمسون بيرفض ان هو يقول له. وساعتها بيتر بيكون غير هدومه وظهر له بشخصيه سبايدر مان، واوسبورن بيرش عليه غاز وبينيمه وبياخده بعدها وبيربطه فوق سطح مبنى عالي، وبيفضل يقنع فيه انه ينضم له عشان يسيطروا على العالم مع بعض. وبيقول له بعدها ان هو هيسيبه يفكر، لكن لو رفض الانضمام ليه هيقتله. وبيتر بعدها بيلاقي ان الصحف كلها بتهاجم سبايدر مان وبيطلبوا القبض عليه بدل ما يشجعوه، وده طبعا بيكون شغل جيمسون رئيس التحرير عشان يبيع جرايد اكتر. وبيقابل ميري جين بعدها وبيسالها عملت ايه في تجربه الاداء اللي عملتها عشان تمثل، وبيكونوا قالوا لها في تجربه الاداء انها محتاجه لدروس اكتر في التمثيل. وبيعزمها بعدها على العشاء، لكن ماري جين بتقول له انها تخرج مع هاري، بس بتكون لحظه ان بيتر بيحاول يقرب لها وبتكون لطيفه جدا معاه، وبتسيبه بعدها وبتمشي. وبيتر بيلاحظ ان في حراميه ماشيين وراها، والحراميه فعلا بيبداوا ان هم يضايقوا ام جي، وساعتها سبايدر مان بيجرهم بالخيوط بتاعته وبيبدا يضرب فيهم لحد ما بيوقعهم كلهم، وما بيكونش لابس الماسك بتاعه، فبيهرب من المكان قدام ماري جين وبيظهر لها بعد ما بيلبس الماسك. وام جي بتشكره على اللي عمله معاها وبتكون عاوزه تعرف شخصيته الحقيقيه، لكن سبايدر مان بيترجاها انها ما تعملش كده وبيسيبها بعدها وبيمشي. وام جي بتكون في قمه سعادتها. وتاني يوم بيكون حريق ضخم في بيت في المدينه، وبتكون في واحده بتترجى رجال الاطفاء انهم ينقذوا ابنها اللي في البيت. ساعتها بيوصل سبايدر مان وبيدخل للبيت بسرعه وبيقدر ان هو ينقذ الطفل على اخر لحظه وبيرجعه لامه. وضابط شرطه بيكون عاوز يقبض على سبايدر مان لانهم بيعتبروا ان هو بيخرب الممتلكات العامه اثناء مطارداته للمجرمين، لكن فجاه بيسمعوا صوت حد بيصرخ جوه البيت، والضابط نفسه بيطلب من سبايدر مان انه يروح ينقذه. وسبايدر مان بيدخل البيت من تاني وبيشوف حد مغطي نفسه وسط النار وبيطمنه ان هو ينقذه، لكن بيتفاجئ ان الشخص ده هو اوسبورن وبيكون حرق البيت ده عشان يستدرج سبايدر مان، وبيساله هينضم له زي ما عرض عليه قبل كده ولا لا. وسبايدر مان طبعا بيرفض، فاوسبورن بيرمي عليه اسلحه مليانه شفرات حاده وسبايدر مان بيتفاداها كلها، لكن ايده بتتجرح وبيضرب اوسبورن بعدها وبيبعدوا عنه وبيهرب من المكان. بعدها هاري وابوه اوسبورن بيكونوا معزومين في بيت بيتر بمناسبه عيد الشكر، وبيتر بيوصل متاخر وبيدخل لاوضته بعد معركته مع اوسبورن. مرات عمه بتاخد الضيوف وبيطلعوا عشان يطمنوا عليه، لكن بيكون استخبى ساعتها بسرعه وماسك في السقف لانه لسه ما بدلش لبسه، لكن فجاه نقطه دم بتنزل من دراعه واوسبورن
اوزبورن بيشوفها وبيشك بعدها في الموضوع، لكن بيتر بيكون قادر ان هو استخبى منه من تاني وبيغير هدومه بسرعه وبيروح عشان يقابلهم. واثناء ما بيكونوا قاعدين على العشاء اوزبورن بيلاحظ الجرح اللي في ايد بيتر اللي تسبب له فيه اثناء قتالهم، وساعتها بيتاكد ان بيتر هو سبايدر مان، على الرغم من ان بيتر بيقول لهم ان هو اتصاب لما شاب خبطه في الشارع بعجله. واوزبورن بيسيبهم فجاه وبيقول لهم ان هو هيمشي، وهاري بيخرج جري وراه لانه بيحس بالاحراج. وساعتها اوزبورن بيقول له ان هو رافض انه يرتبط بام جي لانها مش من مستواه، وام جي بتكون سمعت الاهانات دي كلها هي وبيتر، وبتسيب هاري بعدها وبتمشي. واوزبورن بعدها بيكون في بيته والشر بقى مسيطر عليه خلاص، وبيتخيل ان قناع البدله بيطلب منه ان هو يهاجم مرات عم بيتر عشان ينتقم من سبايدر مان. وفعلا اوزبورن بيروح يهجم على بيت عم بيتر وبيرعب مرات عمه وبيتسبب لها في صدمه، وبتتنقل بعدها في المستشفى وبتقول لبيتر اللي هاجمها وحش لونه اخضر وعليه لونها اصفر. فبيتر بيعرف ان هويته الحقيقيه اتكشفت، لكن ما بيكونش يعرف ان الوحش ده هو دكتور اوزبورن. وعمه بيتر بتتحسن بعدها، وام جي بتزورها في المستشفى وبتقول لبيتر انها قطعت علاقتها بهاري بعد كلام ابوه اللي سمعته، وانها دلوقتي بقت بتحب سبايدر مان اللي انقذ حياتها مرتين. فبيتر بيقول لها ان هو يعرف سبايدر مان لان هو مصور بتاعه، وبيقول لها كمان ان سبايدر مان قال له ان هو بيحب ام جي، لكن ام جي بتحس ان الكلام خارج من قلب بيتر نفسه. ساعتها بتمسك ايده وهاري بيدخل للقطه وبيشوفهم هما الاثنين، وبيفتكر ان ام جي بتخونه مع بيتر. ولما بيرجع للبيت بيقول لابوه اوزبورن انه كان عنده حق بخصوص ام جي، وبيقول له ان هي وبيتر بيحبوا بعض. وبيتر بعدها بيكلم ام جي على التليفون، لكن بيرد عليه اوزبورن وبيقول له ان هو خطف ام جي، وبيكون موقفه فوق جسر عالي، وبيبدا ان هو يطير حوالين الجسر ده وبيضرب عليه قنابل عشان يدمره. ومن ناحيه تانية بيخطف تلفريك مليان بالاطفال وبيمسك ام جي بايد والتلفريك اللي فيه الاطفال بالايد التانية. ولما بيوصل سبايدر مان اوزبورن بيطلب منه ان هو يختار ما بينهم، وبيرمي بعدها الاثنين في نفس الوقت، وبيتر بيكون عليه ان هو يختار. فبيتر بيجري بسرعه وبينقذ ام جي، وبيمسك بعدها التلفريك اللي فيه الاطفال وبيعلق نفسه في الجسر بالحبال، وبيطلب من ام جي انها تتسلق الحبل وتنزل للتلفريك عشان تبقى مع الاطفال. لكن في نفس الوقت اوزبورن بيحاول ان هو يقطع الحبل ويموت سبايدر مان بالحوامه بتاعته. ساعتها سكان المدينه بيقفوا فوق الجسر وبيبداوا يرموا حاجات على اوزبورن وبيبعدوه عن بيتر اللي بيقدر ساعتها ينقذ الاطفال وماري جين وبينزلهم على الارض. واوزبورن بيطير على بيتر وبيربطه بحبل وبيرميه داخل بيت مهجور، وبيرمي عليه قنبله بتنفجر قدام وشه، وبيتر بيتصاب اصابات قويه. وبيبدا اوزبورن ان هو يضربه بعدها لان بيتر رفض ان هو ينضم له، وساعتها بيتر بيفشل ان هو بيدافع عن نفسه، واوزبورن بيقول له ان هو هيموت ام جي بعد ما يخلص عليه دلوقتي. ولما بيتر بيسمع الكلام ده بيستجمع قوته وبيبدا يضرب اوزبورن لحد ما اوزبورن بيستسلم وبيكشف هويته، وبيقول له ان العفريت الاخضر هو اللي مسيطر عليه. بس ساعتها بيكون بيخضع بيتر وبيحرك الحوامه بتاعته عشان يقتله من ظهره، وبيتر بيحس بالحوامه وبيفاديها بسرعه، والحوامه بتقتل اوزبورن. فبيتر بياخده للبيت بعدها، فهاري بيشوفه وبيفتكر ان سبايدر مان هو اللي قتل ابوه. وفي العزا هاري بيقول لبيتر ان هو هينتقم من سبايدر مان، وبيقول لبيتر ان هو بقى كل عيلته دلوقتي. وبيتر بيقابل ام جي في العزا وبتعترف له انها بتحبه، وانها لما كانت هتموت على الجسر هو الوحيد اللي كانت بتفكر فيه. لكن بيتر بيقول لها انه مش هينفع يكون حبيبها لانه بيكون خايف انها تتأذي بسببه. لكن ام جي بتعرف بعدها ان بيتر هو سبايدر مان. وبكده نخلص فيلمنا. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل جديد.